بتبتدي قصة فيلمنا بكلير نايمة في دار أيتام، وحد بيصحيها وبتبص حواليها بتلاقي بنت لابسة قناع وتقول لها عايزة ايه. وأخوها كريس بيكون نايم جنبها وبيصحى وتقول له هي صحتني. وكريس بيقول لها نامي قبل ما يجي الدكتور بيركن. فبتقوم ورا البنت المقنعة وبتلاقي ايديها مشوهة، وبتعرف ان اسمها إليزا ترافور، وتسألها انت عايشة هنا؟ فالمقنعة بتكتب ليها في الأسفل، وبتدخل ورا البنت المقنعة، لكن الدكتور بيركب بيشدها ويسألها بتعملي ايه هنا. واخوها يلحقها ويقول اصلها بتمشي وهي نايمة من ساعة ما مات ابويا وامي. وبيظهر اعلان على الحائط امبريلا بتحميك من العاصفة. وكلير فجأة بتلاقي عروسة البنت المقنعة جنبها على السرير، وبيكون المكان اللي هم فيه دار أيتام مدينة راكون. وكل ده بيكون كابوس لما كلير بتكون كبرت وبتكون مخضوضة ومرعوبة، وبتكون راكبة شاحنة كبيرة جنب السواق. والكلام ده طبعا في 30 سبتمبر 1998. والسواق بيقول لها انت رايحة لزيارة اخوكي، وكنت عايشة هنا الاول في مدينة راكون، ومش متبقي حد غير الحيوانات بعد ما مشيت امبريلا. وفجأة بيظهر فتاة لابسة ابيض في الطريق، لكن الشاحنة بتخبطها والسواق بيفرمل، لكن البنت بتقع على الأرض. وبينزلوا بيبصوا عليها، والسواق يقول لها ده مش خطأي، وجثة البنت بتقوم وبتمشي. والكلب بينزل من الشاحنة، والسواق وكلير بيستغربوا إن الجثة مش موجودة، والكلب بيلحس دم الجثة. وللعلم اتحولت مدينة راكون اللي كانت بداية أمبريلا، أعظم شركة أدوية في العالم، إلى مدينة أشباح. ونقلت أمبريلا نشاطها، ولكن سايبة بعض موظفيها، وبسبب فقر السكان ما سابوش راكون. والساعة 11 و17 دقيقة ده شرطي مبتدئ اسمه ليون كينيدي بيقول للجرسونة إن عينيها تعبانة، وبتقوله ده من أسبوعين، ويقول لها لازم تزوري طبيب. وبتوصل كلير والكلب بينزل حاجات من بقه، وعينيه بيكون شكلها غريب. وفجأة الكلب بيعض إيد السواق. وكلير بتخبط على بيت اخوها، لكن محدش بيفتح. وبتروح للباب الخلفي، وبتلاقي ولد شكله غريب عند الجيران بيبص عليها. وبعدها بتظهر امه، وبيكون شكلها مرعب وغضبان، وبتبصلها وحش وبتقفل الستارة في وشها. وكلير بتدخل بطريقتها للبيت، وبتشوف صورة اخوها مع الدكتور بيركن. وبينزل اخوها من فوق وبيقابلها وحش، ويقول لها الدكتور بيركن كان اقرب من عائلتي، وامبريلا والدكتور كانوا بيدعموني. كنت فين من 5 سنين؟ وبتحكي له اللي حصل في الطريق. وبتفتح فيديو الدكتور بيقول ان البلد مسمومة والناس بيمرضوا، وامبريلا حزمت معداتها ورحلت. واضاف ان في تسريب خطير. وبنت صغيرة بتصحى مخضوضة، وأبوها هو الدكتور بيركن ومراته بيدخلوا عليها، وبيجيله تليفون، لكن الدكتور بيقفل وبيكون متضايق جدا، وبيقول لأسرته اجهزوا احنا هنمشي دلوقتي حالا من البيت. وبيتذاع خبر في أرجاء المدينة من شركة أمبريلا: من أجل سلامتكم ابقوا في منازلكم. وبتطلع كلير وكريس وبتكون مخضوضة، والست المرعبة بتكتب حاجة بالدم على الباب. وكلير بتكون خايفة جدا، وبتحس ان الباب الخلفي اتفتح. فبتبص بتلاقي ابن الست المرعبة ديت ومستخبي تحت الترابيزة. وفجأة بتيجي الست المرعبة ديت بأقصى سرعة، وبتكسر الباب الإزاز، وبتهجم على كلير، وكانت هتعضها، وبتزقها بعيد. وبتهرب كلير بره البيت، وبتركب موتوسيكل أخوها. وبيان أمبريلا شغال برضه. ودول أصدقاء كريس في مركز الشرطة. وده ويسكر، ودي البنت جيل، وده زمايلهم برضو. وبيدخل مديرهم وبيطلب منهم يلبسوا الملابس الشغل ويستعدوا للطيران عشان يعرفوا فين فريق برافو وايه سبب انذارات امبريلا. وبتيجي رسالة على جهاز ويسكر بان مدينة راكون هتتدمر الساعة 6 صباحا. وبيتحرك الدكتور بيركن بأقصى سرعة مع أسرته، ويقول لها عايزين يدمروا عمل حياتي. وفجأة كان هيخبط كلير وهي بتفتكره وهي صغيرة في الملجأ، وهو بيكمل طريقه عادي، وهي واقفة بتشوف الجرسونة وبيكون شكلها بيتحول. وبيعدي في نفس الوقت الشاحنة اللي وصلتها وبتكون ماشية بأقصى سرعة، والسواق برضو شكله بيتحول.
وفي الساعة 1 صباحا الشاحنة بتخبط عربيات كتير أمام المركز الشرطة، وفجأة بتتقلب وبتنفجر. والشرطي المبتدئ ليون بيكون نايم وحاطط السماعات على ودنه، وبيدخل السواق وجسمه كله مولع نار. لكن مدير مركز الشرطة بيضربه بالنار، وبيقول للشرطي هات طفاية حريق بسرعة واقفل بوابة المركز كويس. والمدير بيلم حاجته ويقول لليون خلي بالك من نفسك، ويمشي المدير بسيارته. وبيتحرك كريس وزمايله بالهليكوبتر، وبيلاقوا سيارة فرقة برافو مقلوبة في الغابة، وبينزلوا وما بيلاقوش حد جواها، وبيلاقوا قصر صاحب شركة أمبريلا منور. فبيدخلوا وبيفترقوا ويقولوا كلما لقينا الفرقة بسرعة كلما هربنا وخرجنا بسرعة من هنا. وعلى بوابة المركز بتيجي سيدتين مشوهين وبيخبطوا على البوابة. والساعة 51 دقيقة بيرجع مدير المركز عشان معرفش يهرب، وبيحس بحركة في الجراج وبيكون خايف، وبيهجم عليه كلب السواق المتحول وبيضربه بالنار لكن ما بيموتش. والكلب كان هيهجم عليه تاني والرصاص كان خلص، فبينقذه كلير وبتضرب الكلب على راسه بطفاية حريق. وبيجي ليون بمسدس ومديره يقول له نزل المسدس، ويقول لها انت مين؟ وبيعرف منها انها اخت كريس، وبتعرف انه مع فريق الفا. ومدير مركز بيقول لهم امبريلا قفلت جميع مخارج ومداخل المدينة، وكلير بتضيف لازم يكون معاهم بنادق وذخيرة اكتر. والمدير يضيف ان الحل يهربوا بهليكوبتر. وفجأة زمايل كريس بيلاقوا دكتور مصاب وبيكون شكله مرعب بياكل حد، وبيقوم ويضربوه بالنار لكن برضه بيهجم عليهم، وكريس بيضربه في دماغه فبيقع وبيسقط على الارض. وواحد من زمايله بيلاقي مسدس زميله على الارض وبيهجم عليه من ورا دكتور مصاب وواحد تاني، وبيكون مرعوب وبياكلوا فيه وبيهجموا برضه على كريس لكن بيقدر يهرب منهم ويقضي على بعضهم. وزومبي تاني بيهجم على الطيار، وفجأة الطيارة بتدخل في القصر وبتنفجر. والساعة 2:30 بيدخل ليون وكلير غرفة الأسلحة والذخيرة، وواحد مسجون بينده عليهم، وبيكون الدكتور اللي كان بيحذر في الفيديو من الجرائم اللي بتعملها شركة أمبريلا. وليون بيسأله انت مين؟ لكن لما بيقرب المسجون بيمسكه وبياخد منه المسدس، وبيكون في صوت حد معاه جوه. والمسجون بيقول لليون افتح بسرعة يلا يلا بسرعة. ولما بيفتح بيكون اللي مع المسجون زومبي، وبيعض الدكتور وبيهجم على ليون برضه، لكن كلير بتنقذه في آخر لحظة. وبيقوم الزومبي تاني لكن ليون بيخلص عليه. وبيقوم ويسكر وجيل وبيكون في نفق طويل كان مخفي ورا المكتبة، ويقول لها في ناس اتواصلت معايا من شهور مش عارفهم للوصول لأسرار أمبريلا وإن هم عايزين يفضحوهم. وبيقول لها طبعا أهم حاجة الأموال للهروب من هذه المدينة الملعونة. وهي تقول له كنت هتسيبنا. وفجأة بيظهر زومبي ورا جيل لكن ويسكر بيقتله، وللأسف بيكون واحد من زمايلهم، وبيسيبها وبيمشي في النفق. والزومبي بيكتروا على باب المركز، والمدير بيقول لازم تيجي الطيارة ونهرب حالا. والزومبي بيقدروا يكسروا البوابة الحديد فبيهربوا بسرعة، وكلير بتحميهم من الخلف. والمدير بيفتح باب خلفي وبيخرجوا منه. والساعة 4 بيروحوا على ملجأ راكون اللي كانت فيه كلير وهي صغيرة هي وأخوها. وكلير بتسأل المدير احنا هنا ليه؟ فبيقول لها عشان في نفق من هنا لقصر أمبريلا اللي فيه الطيارة دلوقتي اللي طبعا احنا عارفين ان هي اتدمرت. وليون بيشوف إليزا ترافور البنت المقنعة وبتشاور على فوق، وبيكون خايف جدا وبتشاور لأعلى. ولما بيبص هي بتختفي وبتيجي كلير، وفعلا بيكون في وحش على السقف وبيقتل مدير المركز. وبيجروا بسرعة والوحش بينط على الأرض، وكلير بتضربه بالرصاص لكن بدون أي تأثير. وبتيجي إليزا وبتضرب الوحش وبتتغلب عليه. فكلير بتفرح لما بتشوف إليزا ترافور وتقول لها عايزين نروح قصر أمبريلا، فبتديها مفتاح وتوريها الكالون. ولما بتفتح الباب بيكون وراه مصعد، وكلير بتشكر إليزا وبينزل المصعد لتحت. وجيل بتعرف كريس ان الطيارة اتحطمت وويسكر هرب، وتقول له لازم نتتبعه عشان نخرج من هنا. وكلير وليون بيوصلوا لمكان فيه شاشة عرض، وبيعرفوا ان اطفال الملجأ بيتعمل عليهم تجارب. وتقول له يلا ندور على اخويا وهي حزينة. والدكتور بيركن بيكون في المعمل ومعاه اسرته، وبيكون
في واحدة مريضة، لكن بيدخل عليه ويسكر ويقول له انا عايز المصل ده، والدكتور يقول له ده عمل حياتي مش هديه لحد ابدا. فويسكر بيرفع عليه المسدس، فبيلف الدكتور ويجيب مسدس ويضرب ويسكر، ويسكر يضربه كذا طلقة في نفس الوقت. والدكتور بيطلب من مراته المصل وبتاخد المسدس، ولما بتلف ويسكر بيضربها برضه. ويسكر بيمسك الدكتور، لكن الدكتور بيكون اخد المصل بحقنة، والبنت بتستخبى، لكن ويسكر بيلاقيها وبتكون ماسكة مسدس وبيهددها. لكن جيل بتيجي وهو بيقع من التعب، وكريس بيحضن البنت الصغيرة بنت الدكتور. وويسكر بيقول لجيل ان امبريلا هتدمر مدينة راكون بالكامل، ويقول لهم في قطار في اخر النفق هو السبيل الوحيد للهروب، ويتأسف لزمايله ويقول لهم ما كنتش هضرب البنت الصغيرة، وبيموت. وفجأة الدكتور بيركن عينه بتفتح تاني، وبيطلع في جسمه وحش وبيكون قوي جدا. وجيل وكريس بيكونوا خايفين منه، وايد الدكتور بتكون ضخمة، فبيكسر الباب الحديد وبيضرب كريس وبيرميه على الارض، ويقول له كان لازم اخدك انت واختك على المختبر، وكنتوا هتكونوا عينات جديدة. فكلير بتنقذ اخوها وبتضرب الوحش، وبيكون في جسمه عيون كتير، وبتحضن اخوها. وليون بيقول لهم يلا بسرعة نهرب، وبيهربوا الاربعة لغاية ما بيدخلوا القطار الساعة 5:55. وليون هو اللي بيسوق القطار، وفعلا بيتحرك، وبتيجي الساعة 6 صباحا، والقصر بيتدمر، والنفق خلف القطار برضه بيتدمر. وبيظهر الدكتور تاني، بس بيكون بقى وحش ضخم جدا جدا، وكريس بيحاول يقتله لكن ما بيموتش. لكن ليون بيجيب ارمي وبيخلص عليه للأبد، وفعلا كل المدينة بتتدمر. وأمبريلا بتقول بيان تاني بتقرير الحادث إن الموقع مدينة راكون، وإن القصر ومزرعته والمختبر اتدمر، والموقف في السيطرة على العدوى، والناجون صفر. لكن ما يعرفوش إن كلير وكريس وليون وجيل والطفلة الصغيرة نجوا من الانفجار. برجاء لو عجبكم الملخص تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس.